بسيدنا محمد خاتم النبوات والرسالات وأقل العثرات وأمن الروعات وبدل السيئات حسنات، سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وحسن الصفات، سبحانه له علو الذات. سل آدم لما تلقى من ربه كلمات، وسل يونس لما نادى في الظلمات، وسل موسى عن الميقات، وسله أيضا عن ال9 آيات البينات، وسل يوسف عن السجن وعن الجب، وسله أيضا عن ال7 سنوات. ثم ارتقي واسأل سدرة المنتهى عن بقية السدرات. هنا وقف الحبيب محمد وسجد لله في ساحة الساحات. هنا وقف الحبيب محمد وختم به الرسالات. هنا وقف الحبيب محمد فانعكس نور الإله على نور الحبيب محمد، فكان نور الحبيب محمد كنور مشكاة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ومرشدنا وشفيعنا محمد رسول رب الأرض والسماوات. سل أبي بكر عن الغزوات، وسل عليا عن الرايات، وسل عمر بن الخطاب عن الموافقات، وسل حسان عن شعره، وسله أيضا عن فصاحة الكلمات، وسل عائشة عن الأمهات، وسل الخنساء عن الممرضات، وسل مريم عن النساء الكاملات المؤمنات، وسل الأرض، وسل الكون، وسل السماوات، يقولون لك بأن الله هو رب البريات، وأن محمدا رسوله هو سيد السادات. أما بعد، منذ دقائق كنا نستمع إلى آيات رب العالمين، والتي تلاها علينا قارئنا بصوته الندي الشجي. كان يقرأ علينا من أواخر سورة الزمر إذ يقول رب العزة سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وحد الله الأول، وسمعنا الصلاة على حبيبك النبي. ما هذا؟ ماذا تعني هذه الآيات؟ الآيات دي تعني إيه؟ هذه الآيات إنذار للخلائق من الله عز وجل بحضور الجلسة أمام القاضي العادل، أمام الله عز وجل في ساحة العدالة يوم العرض على الله، في المحاضرة الكبرى أمام الله عز وجل. وعندئذ أتوجه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، أروح لحبيبك النبي لكي أسأله عن الأسئلة التي ستوجه إلى كل مخلوق إذا ما وقف بين يدي الله عز وجل في ساحة العدالة يوم العرض على الله. كل واحد لو دخل امتحان في الدار الدنيا ديت، في الدنيا بتاعتنا ديت، لازم
عشان نسأله عن الأسئلة اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسألها لكل مخلوق إذا ما وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وإذ بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا السؤال قائلا بأن هناك أسئلة 5 ستوجه إلى كل مخلوق إذا ما وقف بين يدي الله عز وجل في ساحة العدالة يوم العرض على الله. شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، وعلمك ماذا صنعت فيه، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. 5 أسئلة. كل واحد هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى لازم هيسأل ال5 أسئلة دول. انت هتقول لربنا ايه لما يسألك كده؟ هتقول له يا رب معلش، هتقول له يا رب معلش اصلا مش في الوظيفة، معلش اصل العيال يا رب ومرتي وزوجتي يا رب ومش عارف. لا، ربنا لما يسألك كده ومش تعرف تجاوب وتقول مش لاقي حاجة في دماغك، مش في إجابات في دماغك. لما ربنا يسألك كده ومش لاقي إجابات في دماغك هتقول له يا رب. انت بقى هتقول لربنا ايه؟ ستقول له يا رب لما لم ترسل إلي إنذارا. ما انت في جلسة بقى أمام ربنا، انت في محاضرة وقف أمام الدكتور، هو ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا اللي بيسألك وانت هتجاوب على ربنا سبحانه وتعالى. طب انت هتقول لربنا ايه؟ ستقول له يا رب لما لم ترسل إلي إنذارا بحضور الجلسة أمامك يا رب. انت يا رب مش بعتلي إنذار ليه؟ مش بعتلي حاجة تعرفني ليه؟ مش بعتلي الميعاد ليه؟ لما لم ترسل إلي إنذارا بحضور الجلسة أمامك يا رب. سيقول لك رب العزة لقد وصلك الإنذار وأنت تقرأه كل يوم. ألم تقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ فأنا المالك وهذا يوم الدين، وحد الله. فإذا ما قلت يا رب فمن الذي أرسل إلي هذا الإنذار؟ من يا رب اللي جاب الإنذار ده؟ سيقول لك رب العزة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا ما قلت يا رب سأوكل محاميا، أنا خلاص ما استسلمت للأمر، سأوكل محاميا يقوم بالدفاع عن كل ربنا، سأوكل محاميا يقوم بالدفاع عني. سيقول لك رب العزة، ربنا هيقول لك روح هات محامي، سيقول لك رب العزة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا ما قلت يا رب سأستأنف الحكم، سيقول لك رب العزة ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فإذا ما قلت يا رب سأقدم فدية أو كفالة مالية، سيقول لك رب العزة سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إنما ماذا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وحد الله وسمعنا الصلاة على حبيبك النبي. أما الحكم من الله، الحكم تنفطر له الأفئدة وتنخلع من أجله القلوب. يقول رب العزة سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. سيدنا الشيخ
الشيخ كان بيقرا من قبل شويه يقول لك وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم. اهو ربنا بيقول لك اهو الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. بعد كده ايه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا جماعات وامام عظمة القرآن وحيائه يحني الجبين اجلالا وتعظيما. ربنا سبحانه وتعالى لما اجى قال في حق اهل النار وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها. ولما إجا في حق أهل الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. طب مش معنى ربنا سبحانه وتعالى مع أهل النار قال فتحت ومع أهل الجنة قال وفتحت؟ مش معنى رفع حرف الواو مع أهل الجنة؟ طب ما كان يقول فتحت أبوابها زي أهل النار. بس شوف حكمة ربنا ايه. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وسيق الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها قال كده ليه؟ لأن أهل النار عندما يحكم الله عز وجل عليهم بدخول النار ربنا حكم عليهم خلاص إنهم يخشوا النار. فعندما يرد أهل النار أهل النار لما يجوا يقفوا أمام أبواب النار تكون أبواب النار مغلقة. لما أهل النار يجوا يقفوا أمام أبواب النار تكون أبواب النار مغلقة. فعندما يردون أبوابها تفتح أبواب النار فيدخلون النار ثم تغلق الأبواب بعد ذلك. فتحت مفتوحة وهم موجودين فتحت أمام أعينهم. أما في حق أهل الجنة وفتحت لأن أهل الجنة عندما يردون أبواب الجنة تكون أبواب الجنة مفتحة. أبواب الجنة مفتوحة دائما لا تغلق أبواب الجنة لا سجن فيها ولا عذاب. فعندما يرد أهل الجنة تكون أبواب الجنة مفتحة فيدخل أهل الجنة الجنة. أبواب الجنة مفتوحة قبل كده قبل ما أهل الجنة يردون أبواب الجنة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لأهل الجنة خلاص دخلوا الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. خلاص دخلوا الجنة وتنعموا في نعيم الجنة وجلسوا في نعيم الجنة خلاص كده هو ده الجزاء بتاعهم. لا شوف فضل ربنا ورحمة ربنا وكرم ربنا على ابن آدم. يجي ربنا سبحانه وتعالى ينادي على أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ في كرم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته وكبريائه وسلطانه يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أنتم رضيتم ده أنتم خلاص دخلتوا الجنة وتنعمتم في نعيم الجنة. فيقولون يا ربي وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لا تعطي أحدا من العالمين. احنا لو قلنا يا ربي احنا مش راضيين يبقى احنا مش خدنا دم. احنا خلاص دخلنا الجنة وتنعمنا في نعيم الجنة. وكيف لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. ألم تثقل موازيننا؟ ألم تغفر ذنوبنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من عذاب النار؟ بعد كل ازاي مش نرضى يا رب؟ فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة أنا أعطيكم أكثر من ذلك. أنا هديكم حاجة أكبر من كده. أنا هديكم حاجة أكبر من النعيم في الجنة. فتزاد الحجب بينهم وبين الله عز وجل فيرون الله عز وجل جهرا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون في تفسير هذه الآية المفسرين قالوا في تفسير هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة إيه؟ قال المفسرون الحسنى الذين أحسنوا الحسنى الذين هم عملوا الصالحات في دار الدنيا اللي هم اتقوا ربنا سبحانه وتعالى هي دي الحسنى.
طب جزاؤهم جميل ربنا ايه؟ احسنوا الحسنى في الدار الدنيا للذين احسنوا الحسنى، هم احسنوا جزاؤهم في الاخره الحسنى. قال المفسرون في تفسير هذه الايه الحسنى هي الجنه والزياده هي النظر الى ذات رب العالمين. وجوه يومئذ ناظره، وجوه يومئذ ناظره إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وفي آخر كلمتي أتوجه إلى الله العلي القدير أن يتفقد الفقيدة الراحلة بواسع رحمته. اللهم تفقدها بواسع رحمتك يا رب العالمين. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها. اللهم أسكنها فسيح جنان، اللهم أسكنها فسيح جنان. اللهم اجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وشكر الله سعيكم جميعا ونشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.